السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد. إن شاء الله هنكمل مع بعض خطوات خطوة بخطوة. بدأنا مع بعض، صممنا، فكرنا، رسمنا، وجبنا الأدوات وجهزنا الخامات وقطعناها والإضاءة، وجبنا معانا برضو هنا، جبنا الألوان. إن شاء الله هنبدأ نلون الأول تمهيدا لأن احنا إن شاء الله بعد كده هنبدأ نصب الريزاين أو البوليستر او الايبوكسي في الفراغات الشكل بتاعنا. مسكنا الشكل بعد ما دهناه، بنبدأ نطبق عليه بالقماشة ونمسح بالقماشة كده بحيث يبقى القماشة قطنية طبعا او صوف، يبقى كل الوجه واخد نفس الدرجة، يعني الوجه الخشب يبقى واخد نفس الدرجة معانا. ايوه كده، اللون الشوكولاتة الجميل ده اللي هو زي ما يعني الأقرب للتصميم اللي احنا كنا مصممينه. بندهن كده بالفرشة دهان. طبعا في دهانات كتير، في ناس تدهن بالترش، جيب سبراي ترش بيه. ممكن تدهن بكذا طريقة، ممكن سيلر، ممكن أستر بوليستر. احنا جبنا عادي لون عادي خالص وحطينا عليه نقطة نفط واشتغلنا وطبعنا بالقماشة، طلع اللون الجميل ده الهادي. عملنا برضو هنعمل الهرم الأوسط والهرم الصغير بعد كده. ايوه زي ما احنا شايفين. بس الحمد لله. وفي بقى القطعة الجميلة ديت، ما شفتوهاش انتوا؟ دي القطعة اللي قلنا عليها برضو في الحلقة اللي فاتت، اللي هي تبقى قاعدة مشتركة للأهرامات التلاتة. هنبدأ برضو ندهنها معانا بالفرشة الصغيرة دي. لا مش هتنفع معانا. هنجيب الفرشة الكبيرة وندهنها برضو دهانات خفيفة كده، حاجة خفيفة تدينا نفس الدرجة اللي قريبة من اللون بتاعنا. بس بإذن الله هنكمل مع بعضينا خطوة بخطوة كده عشان ما نملش. كل يومين كل ما نعمل حاجة ننزلها ان شاء الله. هنا الاهرامات اللي كنا عاملينها في فيديو الاهرامات الجبس. حبينا برضو بسم الله حبت تشارك معايا وتدهن. قالت لي انا عايزة ادهن، قلت لها خلاص ادهني الاهرامات اللي احنا كنا عاملينها. ما شاء الله عليها. خلطت اللون طبعا ابيض على البني وظبطته. ما كانش عاجبني اللون ده، بس هي اشتغلت وبعد كده قعدت برضو تحط في كود المسامات اللي فيه وتطبق عليه بالقماش برضو زي ما عملنا في الخشب. والسطورة بصراحة يعني كان حاجة جميلة. بس بإذن الله يعني الحلقة الجاية إن شاء الله بقى نكون هتنزل إن شاء الله بكرة أو بعده. يعني بعد أول ما أبقى جاهز إن شاء الله أبقى جاهز، لأن برضو الواحد شغال بيجي من الشغل وكده يقعد شوية. ما شاء الله بسملة هنا خلصت وظبطت الدنيا وتطبع بالقماش عشان برضو اللون كله يبقى نفس الدرجة والتفاصيل تبقى واضحة. ما شاء الله حاجة جميلة. تابعونا وانتظرونا ان شاء الله، مع بعض هنشوف حاجات كتير جميلة.